ورجعنا لكم ونكمل كلامنا. مشاكل الطلاق في مصر، والغريبة ان مصر بتحتل المرتبة الاولى في العالم في عدد حالات الطلاق، بمعدل كل 6 دقايق حالة. يعني ما نطلعش الاول على العالم غير في عدد المطلقات. واكيد العوامل النفسية في طريقة التربية والمعدلات الاختيار والظروف المعيشية والثقافية ليها اكبر مؤثر، وده اللي هنشوفه مع ضيفة حلقتنا النهارده الاستشاري النفسي امل محسن. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بيكي حبيبتي، شرفتينا النهارده بلقائك. ربنا يخليكي. دكتور، يعني حضرتك طبعا اسمحي لي بقول ان احنا واخدين المرتبه الاولى ايوه في حالات الطلاق، وان عندنا يعني كل 6 دقايق حاله طلاق. ده يعني ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ هو يعني للاسف انه ده موجود فعلا، وفي حتى احصائيات بتقول ان هم كل 3 دقائق وحاجات كده زايد يعني زادت. فالحكايه بقت الحقيقه فيها يعني رعب شديد على مستقبل بناتنا واولادنا من الطلاق. ليه بقى بيحصل كده؟ ده اللي احنا عايزين نوصل له. اكيد طبعا، عشان لما نعرف ليه عايزين نعرف نحل. بالظبط. احنا الاول هنقول ليه، وبعدين نبتدي نقول ازاي الناس تحاول تتفادى القصه دي. تمام. دلوقتي احنا مجتمع مصري شرقي. تمام. الناس ما بتروحش للثقافه بتاعه القرايه. الناس اولا تعالي اقول لك الناس بتتجوز ليه. الناس بتتجوز يا اما عشان بتحب، ودي نسبه مش كبيره، يا اما علشان هي لازم تتجوز، فاللي هو اي حد وخلاص عشان ما تقالش عليها، لا سواء بنت ما تقالش عليها بايره، والولد علشان يكمل نص دينه، او بيتجوزوا علشان هم محتاجين يعني سبورت مادي كويس. كل حاله من دول ليها ظروفها في الطلاق. تمام. لو جينا عند الناس اللي بتحب، هم بيحبوا بس ما بيفكروش بعقلهم احنا متوافقين ولا لا. تمام. واكبر غلطه بنعملها انه الناس تبقى شايفه دلوقتي مخطوبين وشايفين مشاكل، وفي مشاكل حقيقيه وجوهريه، وممكن لو سكتنا عنها تنفجر في وشنا كده ويحصل الطلاق، وكل واحد فيهم حاطط في دماغه ان انا هدخل اغير التاني. دي اكبر غلطه بتحصل على كل المستويات. يعني في حب فانا هقدر اغيرك. ما فيش يا جماعه حد بيتغير، وده مش رايي، ده راي اللي خلقني وخلق الكون كله، راي ربنا في الايه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني الشخص اللي من جواه مش عاوز يتغير ومش شايف ان هو عنده مشكله ومحتاج يحسنها، لو جبتي له مين صح مش هيتغير. تمام.